مدرب الاهلي الجديد تقريبا قالوا توماس بيرج. توماس بيرج. توماس بيرج ده يعني يا جدعان ما حدش يقول لي والله ده كان بيدرب امام عاشور مع ميتلاند. ماشي، طب ما احنا عارفين. طب حضرتك هو بيلعب بخطه ايه؟ هتقول لي بيلعب بخطه 4-4-2 او 4-2-3-1. طب ماشي، ايه حضرتك شفته في الملعب؟ على فكره مش بدافع عنه، بس هي الفكره كلها انا بالنسبه لي المدير الفني للنادي الاهلي هو حاجه من الاثنين: انت شاري بطيخه يا قرعه يا حمرا. هتقول لي يا عم طب ما ده مش اسم كبير. هقول لك يا باشا، ما انت جبت مارتن يول، اقوى سي في دخل افريقيا. مارتن يول عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه وفشل ومشي. تمام. فهي الفكره ان المدرب مش سي في. انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على حاجتين: حاجه خططيه، جانب خططي، وجانب شخصي اللي هو شخصيه المدرب. انت جبت شخصيه قويه، جايب واحد شاطر، شايفه ان هو شاطر في التكتيك والخطط. الحاجتين دول اهم حاجتين. طب يا باشا والبطولات والحاجات دي يا باشا مش مهم. انا ما يهمنيش الكلام ده. انا عايز حاجتين دول يبقوا متوفرين مع الراجل، والاهلي هيوفر له الباقي. ايه هو الباقي يا عم عماد؟ الباقي يا باشا ان انت هتوفر له اجواء مناسبه، هتوفر له لعيبه على اعلى مستوى، هتوفر له جمهور في ظهره، هتوفر له اعلام يحميه. فانت كل ده هو بقى لو هو شاطر في الحاجتين دول هينجح. هتقول لي يا عم عماد ده انت جايب كولر كان سي في برده مش قوي ما هو كولر نجح. هتقول لي يا عم ده انتم ماشيينه بضرب الازايز. ماشي يا حبيبي، بس ده في الفتره الاخيره بتاعته. طب كولر في اول سنتين عمل ايه؟ اكتسح. يعني الريتم مش هيفضل عالي على طول، لازم يعلى ويوطى، ده طبيعي. مش اديك شايف جوارديولا الموسم اللي فات والموسم ده عمال بص طوب الارض بيكسبوا، فده الطبيعي يعني. عموما دي وجهة نظري، ومش عايزين نحكم على الراجل بدري يعني. ما احنا بس ايه الفكره ان اداره الاهلي علت طموحنا قوي وهنجيب اسم كبير قوي يا باشا عادي خالص. هو بس ايه، الاداره لازم تلعبك يعني، فاهم؟ بس هو الطموح هنجي ندفع 4 مليون، هندفع 4.5 مليون دولار والارقام دي، فانت قلت هتجيب اسم كبير. عادي يعني، اسم كبير زي ما قلت لك مش يعني مش اكيد انه هينجح، هيبقى يعني الله اعلم برضو. فخلينا نشوف، خلينا نبقى في ظهر الاداره. الفتره دي فتره انتقاليه، احب اقول لك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دوس لايك، دوس اشتراك. بقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر. سلام.